بأي عصر نكون؟ شكلنا كده عند القدماء المصريين، حيث الآلهة الكثيرة، لكل امرئ إلها يعبده كيفما يشاء. هو والله هو. انتوا مين؟ اخناتون. انت يا اخناتون تعرفني؟ ايوه بس انت ليه مش لابس اللبس اللي هو نعرفه يعني؟ لا ما اصل ده لبس البيت. انتوا مين؟ انا ناصر حفيدك يا جدي، وانت يا اخناتون اللي حاربت الناس اللي بتعبد آلهة متعددة وناديت بعبادة الإله الواحد آتون. يا لك من ملك رشيد، نهيت الناس عن تعدد الآلهة وأمرتهم بعبادة الإله الواحد. سأعبدك يا عم، بقول لك كان بيدعو للتوحيد تقوم تعبده؟ انت هبل. واضح انك تعرفني كويس. طبعا يا جدي اعرفك انا وكل احفادك اللي زيي، والايام دي بنعمل متحف كبير قد الدنيا بحالها، وفي كل التماثيل والبرديات بتاعتكم، لكن يعني انت بالذات تماثيلك مش كاملة، والخراطيش اسمك ممسوح من جواها. اللي هيجوا من بعدي مسحوه عشان ناديت بالتوحيد، مش كده؟ وأي بأس في ذلك لو الملك اسمه اتمسح من على التابوت والتماثيل بتوعه، ده بيعتبر أسوأ عقاب، لأن ده بالنسبة لهم إن الروح بتاعة الملك مش هتقدر تتعرف على جسده في الحياة الأخرى. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب من الأخ. ده عبدون صاحبي، هو مش من مصر، بس هو أقرب حد ليا. يعني الناس بعد ما وحدتهم وقضيت على الكهنة ودعيتهم لعبادة الإله الواحد أتون، رجعوا يعددوا الآلهة ويعبدوا آمون من تاني. ما تقلقش، الأرض اللي منها عبدون هيخرج منها نبي وهيدعو للتوحيد من تاني، وأتباعه هينشروه عندنا في مصر، ووقتها مصر هتجمع بين التوحيد والأصالة، بين الروح والإرث، الإيمان والعمران، وهتشهد على أرضها إن الحضارة مش ضد الإيمان، بل بالعكس ده سرها الحقيقي. طيب نفرتيتي لا تشكو، سنعبدها. يا عم اقعد بقى، انت عبيط. دي الملكة نفرتيتي مراته، هو ده اللي هيخرج من عنده التوحيد؟ ده مفيش حاجة ما عبدهاش. لا في ربنا. اصل هو لسه في الجاهلية، الموضوع لسه انا هفهمك، الموضوع ابتدى لما كان هو متغيرش الموضوع. نفرتيتي مش هتكون جنبي في المتحف بصراحة. نفرتيتي اتاخدت مننا. ايه؟ بالحيلة، والله العظيم بالحيلة. العالم الألماني اللي اكتشفها فهمنا وقتها إن ده تمثال من الجبس مالوش قيمة يعني، وخدها وطار على ألمانيا، وهي دلوقتي موجودة في متحف برلين. وأنت هتسكتوا؟ لا طبعا مش هنسكت. أنا وكل الناس اللي عندي هندخل على change.org عشان نوقع على وثيقتين، وثيقة حجر رشيد وزوديا مدندرة، ووثيقة حجر الملكة نفرتيتي، وهنوصل الوثائق دي مليون توقيع عشان نعمل ضغط شعبي على أصحاب المتاحف دي إن هم يرجعوا الحاجات اللي سرقوها. وأنت يا عبدون هتساعد أخوك في نشر الموضوع؟ سأنشره، والناس هتعرف ازاي اسم الموقع ده. اي حد هيشوفنا ويكتب في الكومنتات جيم، هبعت له بنفس اسم الموقع وباقي التفاصيل.